السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غنوجد معكم الحلوى دريشبوند. ما غاديش نستعمل فيها الزبده. المهم نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير عندي هنا 3 بيضات، الحجم ديالهم متوسط يعني بحراره المطبخ، كانوا عندي مخرجين من الثلاجه. اما اذا درتو الحجم ديالهم صغير كديروا 4 بيضات. وهاد الحلوى كاين اللي كيدير فيها الزبده، انا ما درتش فيها الزبده. صافي عندي هنا 3 بيضات، غنزيد عليهم رشيشه ديال الملحه. من بعد غنزيد عليهم كاس ديال السكر سنيده. هاد الكاس عندي كيعبر الكاس ديال العنبه، يعني نفس العبر. وغادي نزيد عليهم واحد شصيه ديال الفانيل من الوزن 7 غرام. ويمكن لكم تستعملوا فيها حتى قشور ديال الحامض مع الفانيل، حتى هي كتجي كتعطي النكهه مزيونه. زدت عليهم كاس ديال الزيت. صافي كما قلت لكم الكاس اللي عبرت به انا العبار ديال كاس العنبه، هذا الكاس هذا اللي عبرت به بحالو بحال الكاس ديال العنبه نفس العبار. صافي هنا نخلط مزيان، نحاول تيذوب لي هذاك السكر مع البيض والزيت. على هذه الطريقه كنبقى نحرك مزيان حتى كنحس بداك السكر صافي داب. من بعد عاد كنزيد الطحين. بالنسبه للطحين على حسب الخليط. انا استعملت هنا الطحين ديال الفرص والطحين ديال الزرع مخلط. درت الكاس الاول والكاس الثاني وهذا الكاس الثالث. درت معاه شاصيه ديال الخماره الوزن ديالها 7 غرام. زدت الكاس الرابع يعني 4 ديال الكيسان. المهم كتبقاو تزيدوا الطحين حتى كتشوفوا العجينه ديالكم تجمعت. انا هنا شفتها باقي خصها، يعني باقا ناقصه شويه، ماشي بزاف غير واحد شويه. زدت تقريبا واحد 2 معالق ديال الطحين. صافي يعني 4 كاس ما كاملش، 2 معالق بالضبط. وعاد انا استعملت فيها الطحين ديال الزرع. نتوما عارفين الطحين ديال الزرع دغيا كيشرب. صافي هنايا غنكورهم على اشكال كويرات. انا ما غنديروش ملصقين، يعني غندير حبه كبيره ماشي كبيره متوسطه، ولكن ما غاديش نلصقوهم بعضيتو، غنخلي كل حبه بوحديتها. صافي كنبقى نستمر بهذه الطريقه، كنحاول نجيبهم متساويين قد بعضيتو. وبالنسبه اللي ما عندوش ورق الزبده يمكن له يرش يدهن اللاطه بالزيت ويرشها بالطحين عادي. صافي كنبقى على الطريقه دي حتى كنسالي العجينه اللي عندي كامله. في هذا الاثناء هذا انا عندي الفران شاعل، شعلته من تحت ومن فوق خليته كيسخن. ضروري خصك ملي تبغي تدخل الفران ضروري الفران يكون سخن من قبل. هاد الحلوى ما يمكنش يجي العيد وما نصايباش، عزيزه عليا وكتعجبني. وهنا كنبقى تنسالي العجينه. كما قلت لكم بالنسبه للحجم نتوما كتحكموا فيه. صافي انا ساليت الحلوى كامله من بعد ما استفتها في اللاطه. دابا ندخلها الفران. تبارك الله خرجت لي 2 ديال اللاطات من هادو. تقريبا 70 حبه اللي خرجت لي. يعني درت فيها 3 البيضات خرجت لي. واللي بغى يعني يضاوب المقادير يمكن له يضاوب له، مثلا يعمل 3 البيضات يعمل 6. بلاصه ما يعمل كاس ديال الزيت يعمل زلافه ديال الزيت وزلافه ديال السكر و6 ديال البيضات. حتى هي كتخرج كميه وفيره وعلى حسب العبار. عاوتاني اذا عملتي العبار صغير راه كتخرج لك بزاف، عملتي العبار كبير عاوتاني كتخرج لك على حسب العجينه. وصافي صافي هنا ما خلي ضروري ما خصهاش طيب مزيان، يعني ماشي ما طيبش مزيان ما تحمرش ما تحمرش، يعني كتاخذ داك اللون محمر عين من تحت ومن فوق صافي كتبقى كتكون شاده في راسها. وهنا عندي المربى.
سخنته فوق البوطاح شويه وزدت واحد نص كاس ديال الماء زهر وصافي. وغندير فيه هذيك الحلوى، نخليها فيه واحد 5 دقائق تتشرب مزيان هذاك المربى. من بعد نفندها في الكوك. صافي كنحاول نقطرها مزيان من داك المربى ونحطها في الكوك على هاد الطريقه. حاول تقطروها مزيان باش ما تهزلكمش كوفيتير ما يطيح لكمش كوفيتير في وسط الكوك. صافي غنستمر بهاد الطريقه هذه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. وكما قلت لكم اللي بغى يديرهم يلصقوهم في بعضياتهم كيديرهم صغار، كيكونوا الحبات صغارين على هيدا. من بعد ملي كديرهم في كوفيتير كتلصقوهم في بعضياتهم، من بعد عاد كديرهم في الكوك. كنحاول نهزها بشويه من كوفيتير حيتاش كتكون فتيه كيدخل فيها داك الكوفيتير كترجع فتيه. علاش قلت لكم كتخليها واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق على حسب فاش كيدخل فيها كوفيتير كترجع رطبه، حيت هي اصلا ملي كتخرجها من الفران كتكون قاصحه. اما اذا حطيتيها في كوفيتير وخرجتيها دغيا ودرتي لها الكوك كتكون قاصحه من الداخل. فاش كتخليها حتى كتشرب هذاك الكوفيتير مزيان او المربى مزيان، عاد ديك الساعه كدير لها الكوك. من بعد فاش كتبغي تاكلها ولا هذيك كتجبرها فتيه من الداخل ماشي قاصحه. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى من بعد ما ساليتها استفتها في هذا الطبسيل. تبارك الله كتعطي كميه كبيره كما قلت لكم اكثر من 70 حبه عندي هنا. دخلت اللاطه الاولى ومن بعد دخلت اللاطه الثانيه، وانا كنوريكم الشكل من الداخل ديالها كيفاش كيجي. كتجي رطبه وكتجي فتيه كتذوب في الفم بلا زبده، ما درنا فيها لا زبده لا حتى شي حاجه. صافي هنا وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم.